بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم حبايبي طلبة سنة تانية ابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في lesson 1 الدرس الأول من unit 2 من الوحدة التانية. إحنا بدأنا في الوحدة التانية. طيب درس النهاردة بعنوان إيه؟ School Supplies. درس النهاردة بعنوان أدوات مدرسية. هنتعلم مع بعض في الدرس ده أسماء الأدوات المدرسية، المسطرة، القلم، المقص، يعني الحاجات دي. طيب أول كلمة بتقابلنا هي كلمة مهمة جدا، المكان اللي بشتري منه الأدوات المدرسية كلها. stationery shop. stationery shop يعني محل أدوات مكتبية. pencil case. pencil case يعني المقلمة. pens. pens أقلام جاف. ruler. ruler المسطرة. bag. bag الحقيبة أو الشنطة. box. box يعني الكتب. scissors. scissors المقص. coloring pencils. coloring pencils يعني أقلام تلوين خشبية. shop owner. shop owner يعني صاحب المحل أو صاحب المتجر اللي أنا بشتري منه. art session. art session حصة التربية الفنية أو حصة الرسم. need. need. need فعل بمعنى يحتاج. pound. pound. pound عملة مصرية اللي هي الجنيه. buy. buy فعل بمعنى يشتري. sell. sell فعل بمعنى يبيع. يلا بينا نحل مع بعض تمرين بسيط أو تدريب بسيط كده على إن أنا إزاي أكمل الحروف الناقصة لكل كلمة. بيقول لي look and write the missing letters. انظر واكتب الحروف الناقصة. أول حاجة عندنا كلمة سهلة وبسيطة، كلمة شنطة أو حقيبة. باج. طبعا كلمة باج ناقصة حرف ال A. المقص يعني scissors. scissors طبعا المقص هنا ناقص حرف ال I، والمقص فيها في النص هنا دبل اس يعني 2 اس، فهنا ناقصة اس كمان. المسطرة يعني رولر ناقصة حرف اليو وكمان حرف الار. بنسل كيس يعني المقلمة. نكمل مع بعض. بنسل الأول ناقصة حرف الإي وحرف الآي، وبعد كده نكمل كلمة كيس. كلمة كيس كلها تمام بس ناقصة حرف الإي في الآخر. ونكمل مع بعض. بيقول لي هنا listen to the following dialogue. استمع إلى المحادثة الآتية. هنا المحادثة والحوار بين صاحب المكتبة أو صاحب محل الأدوات المدرسية وبين بنت اسمها سارة وولد اسمه علي. سارة وعلي رايحين يشتروا أدواتهم المدرسية. تعال نشوف صاحب المحل بيقول إيه. الشوب أونر اللي هو صاحب المحل هم داخلين عليه بدأ يقول هلو أهلا. How can I help you؟ رحب بيهم الأول وبعد كده قال لهم أقدر أساعدكم إزاي. How can I help you؟ How can I help you؟ أقدر أساعدكم إزاي؟ طبعا سارة هنا بدأت تقول هي محتاجة إيه، فسارة بتقول Are there any pencil cases please؟ Are there any pencil cases please يعني هل يوجد أي مقالم من فضلك، يعني جمع مقلمة. فصاحب المحل قال لها، الشوب اونر بيقول لها
here you are. اتفضلي. do you need any pens؟ انت محتاجة اي اقلام، اي اقلام جاف يعني. فسارة قالت له yes I need two pens and a ruler. ايوه انا عايزة قلمين جاف ومسطرة. بدأ هنا علي بقى يطلب، يعني يشوف هو محتاج ايه، وبدأ يتكلم مع صاحب المحل عشان ياخد اللي هو محتاجه. فعلي بيقول I want a bag and some books. علي بيقول لصاحب المكتبة أو صاحب المحل أنا عايز شنطة وكمان some books بعض الكتب. صاحب المحل بيقول له أوكي حسنا، do you want scissors or coloring pencils؟ هو أنت كمان عايز scissors يعني مقصات أو مقص وأقلام تلوين خشبية؟ هنا سارة قالت له يس. سارة كانت محتاجة الحاجات دي فقالت أيوة a box of coloring pencils please. يعني أنا عايزة علبة من الأقلام التلوين الخشبية من فضلك. الشوب اونر صاحب المحل قال لها here you are. اتفضلي. that will be 70 pounds. والحاجات دي هيكون حسابها ب70 pounds يعني ب70 جنيه. سارة وعلي في الآخر قالوا له thank you شكرا ليك goodbye مع السلامة. وصاحب المحل رد عليهم نفس التحية وقال لهم goodbye مع السلامة أو إلى اللقاء. وهنا هنبدأ مع بعض ناخد general exercises on lesson 1، تدريبات عامة على الدرس الأول. فأول سؤال بيقول لي read the text and answer the questions، يعني اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. I have a lot of school supplies. هنا بيقول الولد أنا عندي كثير من الأدوات المدرسية. I have pencils, pens and rulers. الولد بيقول أنا عندي أقلام رصاص وأقلام جاف وكمان مساطر. I keep them in my pencil case. الولد هنا بيقول أنا بحتفظ بيهم في المقلمة بتاعتي. I keep my books in my school bag. وأنا بحتفظ بالبوكس بتاعتي بالكتب بتاعتي في السكول باج في شنطة المدرسة. I color with coloring pencils in art session. وهنا بيقول إن I color يعني أنا بلون with coloring pencils يعني بأقلام التلوين الخشبية in art session في حصة الرسم. آخر حاجة بيقول my supplies help me learn، يعني الأدوات المدرسية بتاعتي بتساعدني إن أنا أتعلم. Number 1 I keep my نقط in my school bag. أنا بحافظ على إيه في السكول باج يعني في شنطة المدرسة؟ طبعا أنا بحافظ على my books. الشنطة هيكون فيها كتب، يبقى I keep my books أنا بحافظ على الكتب بتاعتي in my school bag في شنطة المدرسة. بعد كده بيقول لي في number 2 I color in نقط session، يعني أنا بلون في حصة إيه؟ طبعا التلوين هيبقى in art session في حصة التربية الفنية أو الرسم. إن شاء الله كده بعد كده عندنا سؤال الترتيب. أول كلمة عندنا الكلمة اللي قدامنا دي طبعا كلمة أقلام، ودي كلمة متلخبطة هنبدأ نرتبها مع بعض. أقلام يعني pens P E N S. الكلمة اللي بعد كده كلمة ruler يعني مسطرة، طبعا الكلمة
مش مظبوطة، هنبدأ نرتبها ترتيب سليم. R U L E R. الكلمة اللي بعد كده كلمة باج، شنطة، كلمة سهلة جدا. B A G. آخر كلمة عندنا في الترتيب هي كلمة scissors. وكلمة scissors يعني مقص. نرتب مع بعض. scissors نتعلم حروفها S C I S S O R S. وفي نمبر 3 بيقول لي reorder the words to form a sentence. أعد ترتيب الكلمات لتكوين جملة. اتعلمنا في النوع ده من الأسئلة إن أنا لازم أترجم الكلمات اللي عندي الأول. في نمبر 1 want يعني يريد. أنا. a box of coloring pencils يعني علبة من أقلام التلوين الخشبية. نبدأ مع بعض بالفاعل. مين الفاعل عندي؟ طبعا الفاعل I، أنا، وكمان هو حاطط لي خط، فوجود الخط تحت الكلمة ده معناه إن هو بيقول لي هي دي الكلمة اللي لازم نبدأ بيها جملتنا. I الفاعل بتاعي السبجكت. عاوزين بعد الفاعل فعل. I إيه؟ I want، أنا أريد. طيب بعد كده المفعول I want إيه؟ يبقى هي آخر كلمة هي اللي فاضلة. I want a box of coloring pencils. يعني أنا أريد علبة من أقلام التلوين الخشبية. يلا نبدأ في نمبر 2. نمبر 2 went، يعني هنا went معناها ذهب. على فكرة went غير كلمة want. want يريد، لكن went ذهب. they هما the stationery shop. the stationery بس هنا جايبها، وبعد كده كلمة to وكلمة shop. طبعا هنا يقصد محل الأقلام أو محل الأدوات المدرسية. هنبدأ مع بعض بالكلمة اللي تحتها خط، الفاعل بتاع الجملة they went. يعني ايه went؟ ذهبوا. طيب هقول they went هم ذهبوا، المفروض اقول إلى، يبقى to. اكيد راحوا محل الادوات المدرسية. يعني ايه محل الادوات المدرسية؟ the stationery shop. هنقول the stationery وكلمة shop. يبقى they went to the stationery shop، يعني هم ذهبوا إلى محل الأدوات المدرسية. ويلا نبدأ مع بعض في نمبر 3. أول كلمة عندنا كلمة wants يعني يريد. نورة ده اسم بنت، وده الفاعل بتاع الجملة بتاعي، ده الفاعل اللي هبدأ بيه. ورولر يعني مسطرة، دي أداة نكرة بمعنى شيء واحد بتيجي قبل الاسم المفرد. ودرو بمعنى يرسم. تو هنا جاية بمعنى أن. ولاينز يعني خطوط. ويلا بينا نشتغل إن شاء الله في ترتيب الجملة، وإن شاء الله هتبقى سهلة. أول حاجة هنبدأ بيها الكلمة اللي تحتها خط فاعل الجملة، فهقول نورة. بعد الفاعل فعل wants يعني تريد. نورة wants، نورة تريد. تريد ايه؟ هتكون محتاجة ايه نورة؟ اكيد محتاجة مسطرة علشان ترسم خطوط.
يبقى wants a ruler، محتاجة رولر مسطرة. to لكي draw ترسم. lines يعني خطوط. يبقى نورا wants a ruler to draw lines. نورا محتاجة أو عايزة مسطرة عشان ترسم خطوط. آخر حاجة عندنا، آخر سؤال بيقول لي read and choose the correct answer، يعني اقرأ واختار الإجابة السليمة. Number 1 I keep my books in a. أنا بحافظ على كتبي في إيه؟ طيب بحافظ على كتبي في البنسل كيس، في المقلمة ولا في الباج؟ لا طبعا بحافظ على الكتب بتاعتي بحافظ عليها in a bag، في الشنطة. في نمبر 2 بيقول لي I color with. أنا بلون بإيه؟ بالcoloring pencils ولا البوتلز؟ بأقلام التلوين ولا الزجاجات؟ طبعا أكيد هحتاج الcoloring pencils، أقلام التلوين الخشبية علشان ألون. في نمبر 3 The stationery shop sells، يعني محل الأدوات المدرسية بيبيع إيه؟ طيب نشوف بيبيع إيه. بيبيع أشجار ولا بيبيع تريز أشجار، ولا بوكس يعني كتب؟ طبعا بيبيع بوكس يعني كتب. جميل. طيب آخر حاجة عندنا نمبر 4 أسماء needs a، بتحتاج إيه؟ بتحتاج إيه؟ ونكمل جملتنا بقى بعد الأقواس. بيقول لي to draw lines، علشان ترسم خطوط. طيب أسماء علشان ترسم خطوط أكيد هتحتاج إيه؟ بوكس صندوق ولا رولر مسطرة؟ طبعا أسماء لو عاوزة ترسم خطوط هتحتاج رولر. برافو، رولر يعني مسطرة.